السلام عليكم الإخوان. في الأيام القليلة الماضية شفنا كاملين ديك الزوبعة الإعلامية الكبيرة اللي ناضت على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في القنوات الدولية الكبيرة على قضية الهجرة السرية لسبتها. موجة كبيرة، تصريحات، الفيديوهات، تحليلات من كل حدب وصوب. لكن كيف ما عودناكم دائما في هذه القناة، حنا هنا راه ماشي باش نعاودوا لكم الأخبار اللي ما شفتوهاش وصافي، حنا هنا باش نقراو داكشي اللي كاين تحت الطبلة، داكشي اللي ما كيتشافش، ونفككو هادشي اللي تخبى وراء الكاميرا، ونعريو على الحقائق اللي بغاو يبيعوها لنا بلمسة ديال التضليل. وهنا كنهضر على قنوات كبار. في هذه الحلقة غادي نشوفوا كيفاش الإعلام العالمي طاح في فخ ديال الفيديو مفبرك، وكيفاش الجيران اللي من المفروض يتكلفوا بالمشاكل الداخلية ديالهم، وهنا راكم عارفين علاش كنهضر. وغادي نحللوا ظاهرة الحريق كذلك اللي تحولت من هروب من واقع قاسي الترند والبوز على التيك توك. وجدوا راسكم كاس ديالها يكون مشحر، ركز معايا مزيان وندخلوا نيشان في صلب الموضوع. وقبل ما نبداو اخوتي كيف العاده، جي من الفيديو، اشترك في القناه، خلي لنا الراي ديالك في هاد الحلقه وهذا الرياكشن وهذا التحليل. نبداو على بركه الله. شوفوا معايا مزيان اخوتي هاد الفيديو. هذا فيديو تنقلته كبريات القنوات الإخبارية العالمية، نعاودها، كبريات القنوات الإخبارية العالمية، ودار بوز خيالي، الموسيقى الحزينة، الضباب، التعليق الدرامي اللي كيقول باللي هذا راه شاب مغربي كيخاطر بحياته وكيسبح في اتجاه سبتة المحتلة. الصحافة العالمية لقات سيدي المادة الدسمة اللي كتقلب عليها، وبداو كينسجوا القصص والتحليلات على الوضع في المغرب. لكن واش هادشي حقيقي؟ واش فعلا هاد القنوات الكبيرة اللي عندها جيوش ديال الصحفيين والمحققين كلفات راسها تأكد من صحة هذا المقطع قبل ما تبتوا للملايين؟ حيث هنا راه كنهضروا على قنوات إعلامية كبيرة، سواء غربية عربية، المهم قنوات كبيرة. الجواب الصادم اخوتي غادي نشوفوه في هذا الفيديو النيت الثاني. الدراري كما كتشوفوا انا في نفس البلاصه ديال الفيديو اللي تشهر. كما كتشوفوا على الملاح ورايا، على المرسى، على الفار الاحمر، راه ما كاين والو الدراري. انا عامل جديده، عمري بنيت قصص جديده، عمري نخرج منها اصلا حياتي كامله. صدمه اخوتي، ياك صدمه واش من صدمه. هذا هو مول الفيديو الاول، خرج بشحمه ولحمه كيوضح وكيفضح هذاك التزييف. والسيد راه كان كيعوم غير في جديده في البحر ديال المدينه ديالو، لا سبته، لا حدود، لا معاناه، لا والو. وهو اصلا قال لك ما عمرني كاع وصل لتما. هذا الشيء كيأكد لنا واحد الحاجه خطيره بزاف اخوتي، كاين واحد التسرع او ربما نيه، راكم عارفين، عند بعض المنابر الإعلامية عفوا الدولية باش تلقف أي حاجة فيها إساءة أو تقزيم للمغرب بلا ما تدير خدمتها المهنية. كيهزوا فيديو من تيك توك كيلصقوا ليه عنوان مثير، موسيقى حزينة وكذا وكذا، وكيبداو يبيعوا الوهم للمشاهدين. هاد الشاب فضحهم بالصوت والصورة وعرى على الهشاشة ديال هاد المؤسسات اللي كتدعي المهنية. وهاد الشيء كيدينا مباشرة اخوتي لواحد الجهة اخرى اللي حاولت حتى هي تركب على الموجة وتستغل هاد الاحداث باش تصفي الحسابات ديالها، وهي الصحافة الاسبانية. شوفوا معايا اخوتي هاد الشاب المغربي شنو قال. في الاخر واش كيقول لك شنو هو المشكل؟ كيجي عندنا الصحافه ديال تما كيقول لك واش المشكل من سيدنا زعما، كنقول لهم حنا لا، فهمتي، كيبغيو يديروا الفتنه، كيبغيو يجبدوا لنا حنا الصداع باش ما نرجعوش لبلادنا ولا يديروا لنا مشاكل. هذا شاب مغربي من هادوك اللي مشاو لسبته ورجعوا. سمعوا مزيان شنو كيقول. فضح الصحافه الاسبانيه، فضح الحقيقه اللي كانت كتحاول تستنطقهم
وتوجههم باش يقولوا كلام يسيء لبلادهم ويخلق الفتنة. هاد الشيء اخوتي كيبين باللي الشباب المغربي واخا يكون كيمر بظروف صعيبة متفقين معهم، واخا يكون باغي يهاجر ويحسن الوضعية ديالو، راه ماشي غبي لديك الدرجة، راه واعي وعايق باللعبة وعارف ما وراء الكواليس. الصحافة ديال الجارة الشمالية بغات تستغل هاد المهاجرين كأوراق ضغط سياسية وإعلامية، لكن الرد جاهم من عند دري بسيط قال لهم اسيدي بالدارجة حنا راه عارفين شنو كديروا وما غاديش نكونوا بيادق بين يديكم. ودابا خوتي خليونا ان ندوروا البوصله شويه لجهه الشرق، الجهه اللي عوداتنا دائما انها كتخلي الهموم ديالها والمشاكل ديالها وكتقابل غير كيف كيقولوا المروك. حنا في هذه الازمه خرج لينا واحد من الابواق ديال النظام العسكري فعلا اللي كيتخلص، راكم عارفين داكشي ماشي مجاني، الملقب ببونيف. هذا السيد اللي ليل ونهار كينشر السموم ديالو ضد المغرب والمغاربه، فجاه سيدي ولاو المغاربه اللي مشاو لسبته كيبانوا ليه احرار. ركزوا لي على هذه الكلمه ديال احرار، شوفوا معايا التناقض والسكيزوفرينيا ديال هذا السيد. احرار المغرب، اكرر هذه الكلمه وهذا التعبير اللي ما قلتوش طيله الفتره الماضيه. نعم، في المغرب هناك احرار وهناك رجال وهناك نساء وحتى اطفال رافضين انهم يبقوا تحت ظل العبوديه وتحت اقدام العائله العلويه. يا سلام يا سلام على النفاق. السيد اللي شتم المغاربه بجميع الاوصاف دابا كيطبل للشباب اللي هاجروا غير باش يبين باللي المغرب فيه ازمه. بونيف كيحاول يصطاد في الماء العكر ونسى سيدي باللي هو كيمثل نظام جالس على ثروات ديال الغاز والبترول، والمواطن ديالو مسكين شاد الصف على الحليب والزيت والعدس. بغيتي تهضر على الاحرار الشريف وبغيتي تهضر على الهجره، اجي نوريك الاحرار ديال بصح اللي هربوا من جنه الغاز ديالكم. شوفوا معايا هذا الفيديو اخوتي، هذا راه ما غاديش تلقاه في القنوات ديالكم. واخا قول لي دابا شنو الراي ديالك في هذا الفيديو. راه دايرو السيد هذا راه شاب جزائري كيشرح بالتفصيل الممل اخوتي، بالتاريخ الزمان المكان، كيفاش هرب من بلاد القوه الضاربه وقطع المسافات باش يوصل لسبته. واش هذا حتى هو من الاحرار ولا هذا راه غدير ليه هوك هوك غتسترو؟ ملي كتكون عندك دولة غنية بالثروات والشباب ديالك كيغامروا بحياتهم باش يهربوا، هنا راه خصك تسد فمك وتحشم تهضر على الجيران ديالك اللي ما عندهمش بترول ومقاتلين مع الوقت. المغاربه وحسن من بلادكم. المغاربه ملي كيهاجروا كيمشيو ويقلبوا على فرص احسن، وهذا واقع موجود في العالم كامل. لكن ملي المواطن ديال دولة بترولية خوتي كيهاجر في نفس الظروف، غادي راه كتسمى فضيحة وكارثة إنسانية. العصير بالذكاء هو هذا الرد بالدليل القاطع اللي كيخلي الطرف الآخر في موقف لا يحسد عليه. لكن خليونا خوتي نرجعوا لولاد بلادنا ونحطوا النقط على الحروف كيف العادة بكل موضوعية وواقعية. هاد الموجة ديال الهجرة اللي شفناها مؤخرا اخوتي، واش كلها فعلا هروب من الفقر والهشاشة؟ هذا سؤال ياك. الجواب بكل بساطة لا. الهجرة تحولت عند البعض الترند، الموضة والبوز على المواقع ديال التواصل الاجتماعي للأسف. شوفوا معايا هاد النموذج اخوتي. هذه شابة مغربية حتى هي حرقات لسبتها، ولكن ملي كتشوف البروفايل ديالها في مواقع التواصل وراه كيبان لك بلي السيده راه عايشه حياه مزيانه
ما عايشينهاش الناس في السبته والصبليون. اش منك يا لبس، اش منك يا ماكله، اش منك يا تساري، سير لهنا سير لهنا. هذه راه ما ناقصها حتى خير اخوتي، كلشي كيبان لكم. هذه راه ماشي الهضره ديالي، الهضره ديال الحياه اللي كتلوح لينا في التصاور. ولكن علاش غتمشي تزاحم مع الناس اللي فعلا اصلا مقهورين وباغيين يبدلوا المستقبل ديالهم وما لقاوش مثلا هنا في البلاد؟ الجواب هو الهوس بالخارج، الفكره المغلوطه عباد الله اللي تزرعات في عقول بعض الشباب باللي اي حاجه وراء البحر راهي جنه، وباللي المغامره في حد ذاتها انجاز كيستحق يتصور ويتحط في انستغرام. هذا النوع ديال الحراق اخوتي هو اللي كيضيع الفرصه والمصداقيه على الناس اللي فعلا نيت كيعانيوا من ظروف قاهره، بحال دوك الناس اللي الله يرحمهم شفناهم اولا سمعنا بهم باللي راه فعلا ماتوا اكثر من 90 واحد. هادو نقولوا عليهم غامروا بحياتهم باش يبدلوا الحياه ديالهم ويهربوا من الفقر وكذا وكذا. ونزيدكم اخوتي نموذج اخر كيبين العبث اللي وصلنا ليه في هذه القضيه. Want anything here, just for fun. That's all. You don't want to stay in the EU? I don't want anything from this place or this life. I want just chilling. I just go here for fun. السيد سولوه علاش حرقتي، قال ليهم مشيت غير ندور ونفوج وصافي. واش فهمتوا اخوتي شي حاجه؟ السيد غادي قاطع البحر عباد الله ومخاطر بحياته ومستنفر السلطات وداير الصداع غير باش يفوج. هذا راه العبث كيضر بصورة المغرب وكيضر بالناس اللي خارجين من ديورهم وهازين هم عائلتهم. ملي كيولي الحريق غير سياحة وسيلفيات راه كنعرفوا باللي كاين خلل كبير في الوعي عند واحد الفئة من الشباب للأسف، وهذا الخلل كيبان ملي كيضربوا الواقع وكيكتشفوا باللي أوروبا راه ماشي هي ديك الجنة اللي كانوا كيتخيلوا دائما في العقل ديالهم. شوفوا هذا الشاب اللي رجع شنو قال. المهم اخوتي دابا حنا راه قربنا نوصلوا بحالنا لديورنا، القصوره ديالنا دابا وجيب لنا قصوره. خوتي راه كنا حاطين الطوموبيل، دخلنا حنا ضربنا دوره في السبته، عشنا واحد النهار في السبته باش تعرفونا قباح. دابا حنا راه ولاد السبته هو خوتي باش تقارونا الجوع، حنا راه ما موالفينش الجوع في بلادنا. كان خصيوك واخا مقورين مره موالفينش ديك قارات الجوع. الخير عندنا موجود، راه ما تنسدوا لا حوانت لا والو. جي كول وخرج مرحبا بك. الجيعانين سدين عندنا الحوانت زعما موتوا بالجوع كلاب حنا. قال لك اسيدي الدار ديالنا يا الله ولات كتبان ليا قصر. هذه راه كلمه عميقه بزاف ديال الشباب كيحتقروا داك الشيء اللي عندهم في بلادهم. واما بنعمه ربك فحدث. راه ما كنشوفوش ديك النعمه فاش كنعيشوا، كنشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي. واصلا داك السيد اللي كيبين لك في مواقع التواصل الاجتماعي راه كيبين لك غير اللحظات الزوينه في الحياه ديالو، ما كيبينش لك المعاناه اللي كيعيش هو. وكيسحب سيدي ليهم باللي الغربه فيها الفلوس مرميه في الشارع، غير اجي توصل لمدريد ولا سبته سير شري خنشب 4 دراهم ولا 4 اورو وبدا تجمع في الفلوس. وملي كيمشيو اخوتي كيصطدموا بالواقع المر، العنصريه، التهميش، البروده ديال المجتمعات الغربيه. وشفنا شحال من فيديوهات، كاين اللي ما شربش يومين، كاين اللي ما كلاش، كاين اللي شحال من حاجه. عاد كيعرفوا بقيمه الخبز واتاي في دارهم وقيمه الدفء العائلي. هاد الشاب عطى الخلاصه ديال التجربه قاسيه، ويا ريت الباقي يتعظ ياخذ العبره من هاد الشيء. اخيرا اخوتي باش نختموا هذه الحلقه بواحد الرساله واقعيه جدا. حنا كمغاربه راه ما كنغطيوش الشمس بالغربال. المغرب فيه مشاكل، نعم كاين مشاكل، كاين بطاله، كاين شباب ما لقاش راسو، قطاع الصحه باقي خاصو بزاف ديال الاصلاح، بزاف ديال الاصلاح، والتعليم حتى هو محتاج مراجعه شامله. هادو راه حقائق
ما يمكنش ننكروهم. الدولة راه خاصها تزيد تجتهد وتوفر بدائل لهاد الشباب، لكن في المقابل واش الحل اخوتي هو نرميو راسنا في البحر؟ الجواب راه كاين عند هاد الشاب المكافح اللي جبت لكم الفيديو ديالو خصيصا باش تشوفوه، وما اكثرهم ماشي غير هذا اللي كاين. شوفوا هذا البطل شريت 40 قرا من هاد العصير باش نبيعهم هنا في البحر، وشريت حتى هاد الكلاصي هادي باش نبيعهم في البحر بعد ما طرا واحد المشكل اللي خليني نخسر بزاف ديال الفلوس. شريت 40 حبه من هاد الكرواسي هادي غادي ندير منهم من الشكلاط وغادي ندير. شريت 100 درهم من هاد الكاوكاو معسل باش نطروفه بحال هكا باش نمشي نبيعو في البحر. يلاه نشوفوا شحال غادي. شريت درهم واحد الطوموبيلات حتى كيتمشاو في الصيف، جيت نبيعهم هنا في كازا حتى القضيه عامره بقات. السيد مقاتل على راسو، كيدير مشاريع صغرى، كيبيع العصير، كيبيع الماكله في البحر، كيجرب، كيفشل، كيطيح وكينوض عادي، كينوض عاوتاني. عمرو ما قال عباد الله المغرب راه خايب وما فيه ما يدار. هذا راه هو المشكل ديال شي وحدين. هذا هو النموذج ديال الشاب المغربي الحر اللي كينحت في الصخر باش يصور طرف ديال الخبز بالحلال. والقاعده راه واضحه، الا ما كنتيش راجل وقاد على الشقه في بلادك والمسؤوليه، وراه مستحيل يكون راجل في بلادات الناس. مستحيل انت تكون راجل في بلادات الناس الا ما كنتيش هنا في بلادك. اوروبا راه كتقلب على اللي يخدم ويضرب تماره، الكرفي ماشي اللي باغي ينعس ويتسنى المساعده. وغادي نعطيكم مثال اخوتي. شفنا سيدي شي وحدين قالوا لك مشينا لتما ما لقينا لا ماكله لا والو، يومين ورجعنا. انت يومين مشيتي لتما وما رجعتيش، يعني انت ديك يومين كتسنى فيها دير ديك الثروه السريعه. راه الثروه السريعه راه ما كايناش نهائيا. كاين الخدمه، كاين المعقول، كاين الصبر، هادشي اللي كاين. من غير المنطق يا خوتي ومن العبث تلقى شاب عنده طوموبيل ساويه اكثر من 20 مليون سنتيم وعنده دار مزيانه وكيفكر يحرق سيدي في قارب مطاطي. هادشي راه كيتجاوز الفقر اخوتي، وكيدخل في باب الخلل النفسي والتقليد الاعمى. بلادنا راه محتاجانا كاملين نعاونوا بعضياتنا، نصبروا، نخدموا. الحلول السحريه راه ما كايناش، داك الثراء السريع كيف قلت لكم قبيله راه ما كاينش لا هنا ولا في اوروبا. كاين غير الصبر تماره والمعقول. وصلنا خوتي للنهايه ديال هذا التحليل وهذا الرياكشن وهذا رده الفعل ديال اليوم. عفوا شفنا كيفاش فبركت الاخبار من قنوات كبيره، وكيفاش الجيران حاولوا يركبوا على الموجه وفضحناهم بلسان ولادهم، وشفنا كيفاش الحريق ولا فيه بزاف ديال العبث والتقليد والبوز وكذا وكذا. دابا الكلمه اخوتي لكم نتوما، عندي سؤال لكم. كيفاش اخوتي كتشوفوا هذه الظاهره ديال الهجره اللي ولات بحال الترند في التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي؟ واش كتعتقدوا باللي العقليه ديال الشباب خصها تتغير ولا الظروف هي اللي كتدفعهم للاسف لهذا العبث؟ خليوا لينا الاراء ديالكم في التعليقات لتحت، راه كنقراها كامله وكيعجبني نتفاعل معكم في التعليقات. ما تنساوش تجي من الفيديو اشترك في القناه وخلي لي في التعليقات الى وصلتي لهنا لاخر ثواني ديال هذا الفيديو. اللهم صل على اشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكا غادي نعرف انك وصلتي للنهايه ديال هذه الحلقه. تهلاو فريوسكم ديما مغرب. السلام عليكم.